من فعاليات مهرجان كام معنا الممثل الشاب إيهاب سلامة ومعنا المخرج الصاعد محمد ناصر. كنت بسأل حضرتك ايه رأي حضرتك في المهرجان وفعالياته؟ لا، النهارده كان يوم جميل جدا، وان شاء الله يعني يكون في افضل من كده، ان شاء الله في الختام يكون يوم احسن برضك من كده، يكون في برضك جمهور كتير وكده، وان شاء الله يا ربنا يكرم الشباب كلها اللي صاعده اللي تعبت في افلامها عشان تشتغل ويصرفوا على افلامهم، يطلعوا شغل الناس كلها تشوفه. والفيلم بيطلع مثلا مخرج، بيطلع ممثل اللي عامه للشعب، يعني الناس تشوفه يعني. والاستاذ كان بيتمنى ايه في المهرجان؟ والله انا بتمنى في المهرجان ان الناس تيجي تتفرج على الافلام دي، لان وراها رساله لازم توصل للناس دي. كل فيلم من الافلام المشاركه في المهرجان بيوصل معلومه معينه ورساله معينه لازم يتعلم منها، بخلاف طبعا الافلام اللي بتنزل في السينما. الافلام الطويله دلوقتي كلها بتعتمد على حد بيجي يرقص، حد بيجي يطبل، واغنيه شعبيه والفاظ خارجه طبعا. لكن الافلام دي بتعتمد وميزتها انها بتحتوي على رساله لازم توصل للناس كلها. يعني احنا فيلمنا اصلا فيلم الدين بيتكلم عن الدين، ان الظلم الناس، يعني ان واحد زي الظلم، يعني اخره يبقى ايه؟ لو واحد ظلم واحد مش اخره اللي هو مثلا خلاص ظلم الناس بتنسى، لا، بيظلم بيتردله في الاخر، بيتردله باسوأ الطرق. تمام. بيوضح هو الفيلم بيوضح معايا بطلة الفيلم استاذ يعني صالح، محمد الغنام، استاذ إيهاب سلامة، صبري عالم الدين برضك. يعني الناس دي يعني تعبت معايا في الفيلم، وبشكرهم برضك على الهوا. واحنا بنتمنى ان الناس كلها تيجي تشوف الفيلم. يعني الفيلم ان شاء الله هيتعرض يوم الثلاث الساعه 10 في سينما ليدو في عماد الدين، وان شاء الله توصل لهم الرساله. يعني في هدف معين ورا الفيلم. نتمنى الهدف يوصل، ونتمنى ان افلامكم كلها توصل للنور يا رب. متشكرين ليكم جدا معانا في المهرجان، ومتشكرين لعرضكم.